نادية بارود اسم فني لمع في سماء الأغنية القبائلية والجزائرية، صوت شهد له الكبير قبل الصغير بجماله وخصوصيته، لتلج عالم الفن والموسيقى من باب الإذاعة الثانية من خلال برنامج اكتشاف المواهب الشابة. ولم تعلم حينها أن اسم فطة سيجعلها أحد أيقونات الأغنية الأمازيغية. ليرتبط اسمها فيما بعد بعوالم فنية كثيرة ومتنوعة، من عالم التمثيل إلى التنشيط والموسيقى. مواهب متعددة جعلت من نادية بارود مثالا لنجاح المرأة الفنانة في الجزائر، ومثالا يحتذى به في التحدي.